نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا. فإذا أطلق لنفسه المجال للنظر ولا يريد أن يمرض قلبه، هذا تناقض، لأن هذه وسيلة مرض القلب. فالسلامة من مرض القلب أن يغض بصره. وإذا كان ابن القيم رحمه الله يتحدث عن غض البصر قبل وجود الوسائل التي بأيدي الصغار والكبار والذكور والإناث في زماننا، والتي لم يكن لها وجود في زمان سابق، إذا كان من سبقنا ولم توجد هذه الوسائل أصيبوا بهذه الأدواء، فكيف مع وجود هذه الوسائل التي أصبح الناس يروا من خلالها ما لا يخطر ببال أحد سابقا أنها ترى أو سترى في يوم من الأيام، لكن أصبحت الآن من خلال هذه الأجهزة ترى. وكم تصاب القلوب بسبب رؤيتها من أمراض خطيرة جدا، بل إن الكفار أعداء دين الله سبحانه وتعالى وجدوا هذه الوسائل مرتعا لهم للوصول إلى قلوب أبناء المسلمين وبناتهم بغرض إفسادها وإعطابها. كفانا الله شرهم، كفانا الله شرهم، وحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين من مكرهم وكيدهم، ولهم والله كيد كبار وإجرام عظيم في أبناء المسلمين وبناتهم. فهذا الذي يتحدث عنه ابن القيم رحمه الله الذي هو غض البصر يدخل فيه غضه عما في هذه الأجهزة من صور ومناظر فاتنة ممرضة للقلوب، بل ربما كانت الصور التي ترى في هذه الأجهزة ربما كانت أخطر على الإنسان من الرؤية المباشرة من جهات عديدة، لأن هذه الأجهزة أتاحت لكثير من الناس في زماننا خلوة لم تكن موجودة في الزمان الأول، حتى إن الخلوة هذه التي أتحدث عنها قد تحصل والشخص في خلوته جالس مع الناس، جالس مع الناس وهم من حوله، يفتح جهازه بحيث يطمئن أن من عن يمينه وعن شماله لا يرى ما يشاهد، فيخلو بالحرام ومن حوله الناس، وينظر المشاهد المحرمة ومن حوله الناس. ولو ظن أن أحدا حوله يرى ما يشاهد ارتبك، ورب العالمين يراه لا يرتبك ولا يتحرك قلبه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والنظر الذي هو عن مباشرة ليس عن طريق الأجهزة قد يمنع الإنسان منه أو استدامته أمور وأسباب، لكن مع هذه الأجهزة ينظر ما شاء ولا يفكر إلا إن ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه الخوف من الله والمراقبة لله فإنه ينجو بإذن الله، وإلا لا عاصم من هذه المهلكات. فحديث ابن القيم عن غض البصر
وانظر بدأ به في معالجة هذه الأدوية أو هذه الأدواء، بدأ به رحمه الله تعالى لأن البصر خطير جدا ومهلكة للإنسان، وهو يتناول النظر المباشر ويتناول النظر من خلال الأجهزة، إما الجوال أو التلفاز أو غيرها، وربما كان الأمر في من خلال هذه الأجهزة أشد خطورة في كثير من حالاته. نعم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.